سلام يا سيد. سلام ونعمة وبركة. وصلنا مع بعض يا سيدنا ليوم مميز جدا، وهو يوم الجمعة العظيم. اليوم ده مميز من كل حاجة فيه، وبالأخص مميز لينا إحنا كشمامسة. بنقضي حوالي 10 أو 12 ساعة في الكنيسة. إزاي يا سيدنا ده يكون يوم مختلف وأحس إن على الصليب ده أبويا فعلا وأتكلم معاه؟ شوف، نرجع بقى للحلقة الأولى. أهم حاجة أن نفهم قصة خلاصنا. يعني أبص كده على الصليب، أفتكر كلام معلمنا القديس بطرس الرسول الذي حمل هو نفسه خطايانا على الخشبة، وأبص للمسيح اللي شايل خطاياي، وإن خطاياي اهي شايلها المسيح على الخشبة. أنا مش ممكن أبص البصة دي إلا لما أفهم قصة خلاص. ولما أفهم قصة خلاصنا ههيئ نفسي الأسبوع الآلام، ولما أهيئ نفسي الأسبوع الآلام هقضي أسبوع الآلام زي ما اتفقنا بتفرغ كامل وبانتظام شديد جدا على الكنيسة، وبنسك بقدر الإمكان يكون شديد، وبلقاء مع الرب في كل موقف وفي كل يوم. يوم ما همشي بالطريقة دي أنا هوصل للجمعة العظيمة دي. 10 ساعات دول كأنهم هيبقوا مش 10 دقايق، 10 ثواني. أنا مش ببالغ ولا لا، إنما في ضوء إن أنا فاهم قصة خلاص. أبص كده على المسيح وافتكر اللي قاله معلمنا القديس بطرس الرسول الذي حمل هو نفسه خطايانا وخطايا حضرتك وخطايا كل واحد من الشباب والشابات والشعب كله على الخشب. هتلاقي بقى مشاعر مقدسة كثيرة جدا جدا، وزي ما بقول لك مش هيبقوا 10 ساعات، هيبقوا 10 دقايق. ناس هيحسوهم 10 دقايق وناس هيحسوهم 10 ثواني. من كتر الأحداث يا سيدنا ونيافتك برضه وضحت لنا حاجات روحية كتير، بس في حاجات كتير بنحس إن إحنا برضه عايزين نفهمها أكتر. يعني مثلا طريقة تسليم الرب يسوع، اشمعنى اختيار القبلة؟ اشمعنى كانت دي طريقة تسليم الرب يسوع هي قبلة؟ ليه؟ احنا كده رجعنا لامبارح بالليل، انما ماشي. طبعا اللي يرد على السؤال ده يهوذا. يعني كان ممكن يديهم علامة أخرى، إنما رب المجد ما سكتلوش. يعني رد عليه بحب غامر، قال له يا صاحب إيه؟ كما ورد في متى 26 آية 5، يا صاحب لماذا جئت؟ عايز يقول له أبو قبلة يسلم ابن الإنسان. فيعني إنما إشمعنى قبلة ده يسأل فيها يهوذا. تمام. في نفس لحظة التسليم كان في حدث غريب، إن بس هو معتاد، يعني عارفينه من بطرس، وهو إن أول طلع بطرس السيف بتاعه وراح قطع ودن عبد رئيس الكهنة. ده بيمثلنا كلنا كشباب يا سيد، إن إحنا عندنا حتة التسرع، عندنا حتة التهور. بنحس إن صعب جدا إن نتغلب على النقطة دي. إزاي سيدنا نعدي الحتة دي؟ وإن أنا قدامي مثال من تلاميذ الرب يسوع كان عنده الحتة دي. برضو ده موضوع تم امبارح بالليل مش النهاردة، إنما طول الأناة ثمرة من ثمار الروح أيضا. كل ما يكون لينا علاقة مع ربنا كل ما ثمار الروح تبقى واضحة ومتميزة في حياتنا. يعني ثمر الروح محبة، فرح، سلام، طول أنا، دي الثمرة الرابعة من ثمار الروح. فكل ما يكون عندنا الثمرة دي كل ما يكونش عندنا التسرع والتهور. سفر الأمثال يقول إيه؟ السريع الغضب يعمل بالحمق. حمق يعني الغباء. يعني سوري، السريع الغضب ده غبي.
وفي أمثال 14 يقول إيه؟ بطيء الغضب كثير الفهم. وفي أمثال 16 يقول إيه؟ البطيء الغضب خير من الجبار. في سفر الجامعة يقول لا تسرع بروحك إلى الغضب لأن الغضب يستقر في حضن الجهال. معلمنا يعقوب الرسول بيقول في الإصحاح الأول لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. أما كيف نبعد عن الغضب والاندفاع والتسرع؟ دي ثمرة طول الأناة. كل ما نقرب من ربنا كل ما طول الأناة ينمو في حياتي. تمام جدا يا سيد. في نفس اليوم ده الجمعة كان في زي ما احنا بنقول في أحداث كتير، كان في برضه شخصيات كتير، رؤساء كهنة وشعب كان مبسوط بصلب الرب يسوع، وشعب تاني كان متعاطف، وشعب تاني كان ناس كتير جدا. هل يا سيدنا عايز أعرف إحنا ممكن نكون مين فيهم؟ وهل أنا ممكن أكون كذا شخصية في بعض ولا لأ؟ ما أعتقدش نكون كذا شخصية في بعض، إنما برضو هرجع وأقول نعمل حوار مع رب المجد وهو على الصليب. يعني مثلا اللي وصلوا للصليب 4: أم النور طبعا دي أمه، ومريم التي لأكلوبة ودي بنت خالة العذراء، والكتاب المقدس قال عنها أختها لأنه بنت الخالة في اليهود كانت تبقى زي الأخت بالظبط. فمين مريم التي لأكلوبة دي؟ سمعناش عنها، لا تصل إلى الصليب. تالت واحد قديس يوحنا حبيب، ده بنسميه تلميذ صدر يسوع. كل التلاميذ هربوا، إنما ده لأ، لأنه تلميذ صدر يسوع. فبرضو أقف عند الصليب وبص للشخصيات الجميلة دي. رابع واحدة مريم المجدلية. أما كتير كانوا بيتبعوا السيد، إنما مريم المجدلية تبعته حتى الصليب. ولما نزلوه من على الصليب راحت مع يوسف ونيقوديموس بشافته اتحط فين، ومشيت عدت حنوطا ورجعت. كانت آخر واحدة سابت القبر وأول واحدة رجعت للقبر. فدي شخصيات مضيئة. الأربعة دول اللي وصلوا شخصيات مضيئة جدا. أعمل حوار مع الرب على الصليب وبص للأربعة دول. يا ترى أنا عندي مشاعر العذراء أم النور، أم مشاعر الحبيب يوحنا، أم مشاعر مريم التي لأكلوبة التي تمثل الاختفاء وعدم الظهور، ويا ناس ما نعرفهمش في السماء هيكونوا حاجة تاني خالص، أم مريم المجدلية اللي قلبها حي ومجروح حبا. إنما ما أعتقدش إنه نكون نمثل يعني شخصيات مضيئة وشخصيات غير مضيئة. إحنا كلنا ضعفات، همش إحنا نقول له يا رب عالج ضعفي، استدني، خليني أتمثل بالناس دول. هرجع وأقول نصنع حوارا مع الرب وهو على الصليب. أعرف ناس كتير كاتبين مناجاة للرب وهو على الصليب كتير، ونفسي كل الحاجات دي تتجمع مرة كده في كتيب حوار مع الرب على عود الصليب. ربنا يعطينا جميعا يعني أن نعيش هذه اللحظات المقدسة جدا. شكرا خالص يا سيدنا، واحنا منتظرين دلوقتي قيامة الرب يسوع. كل سنة وانتم طيبين جميعا، وانتوا كمان خليكم معانا خلاص، واحنا في نهاية أسبوع الآلام وبنختم الأسبوع الحلو جدا ده سوا. خليكم معانا ومكملين في الشخصيات عشان تعرف انت مين فيهم. مين فيهم فضل هوا فضل معاك